السلام، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي نحضر معكم صابلي ديال الشميشه على طريقتي. كيجي رائع وبنين بزاف والشكل ديالو راقي بمكونات جد اقتصاديه وبحشوه اللي كتجي بنينه بزاف. دوزو شوفوا معايا المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. في المكونات غادي نحتاجو 125 غرام من الزبده بدرجه حراره المطبخ. ضفت ليها هنايا كاس الا ربع من السكر الرطب ورشه من الملح لتصحيح الذوق. تقدروا تستعملوا هنايا زبده ديال البواطه اولا زبده حيوانيه، انا استعملت غير الزبده ديال المارغرين. صافي غادي نخدم المكونات ديالي مزيان حتى كيذوب ليا هذاك السكر في الزبده. من بعد كنضيفو كاس الا ربع من الزيت النباتيه وكنخدموا المكونات ديالنا مزيان. في هذه المرحله ضروري انكم تخدموا المكونات ديالكم مزيان حتى كتذوب لكم هذيك الزبده في الزيت بهذه الطريقه وكيولي لكم القوام ديال الخليط كريمي. بهذا الشكل هذا. من بعد كنضيفوا حبه من البيض اللي كتكون بدرجه حراره المطبخ. غادي نضيفوا كيس من فلون كراميل، وعندي هنايا 2 ملاعق كبارين من حليب بودره. غادي نخلط المكونات ديالي مزيان. من بعد غادي نبداو باضافه الدقيق. نحاولوا اننا نجمعوا العجين ديالنا غير باطراف الاصابع باش هكذا ما كيتغيرش لينا الشكل ديال الصابلي في الفرن. ضفت هنايا 3 غرام من خميره الحلويات وغادي نكمل في اضافه الدقيق تدريجيا. صافي هنا كتجمع لينا العجينه واحد شويه بهذه الطريقه وكنضيفوا ليها نصف كاس من شوكولاته فيغميسيل. ما كنضيفوهاش في الاول باش هكذا ما كتذوبش لينا في الخليط. صافي غادي نكمل نضيف الدقيق ونجمع العجينه ديالي. وهذا هو القوام ديال العجين، كيكون رطب وما كيتلصقش في اليدين. كناخدو هاد الطابع ديال الشميشه هو اللي غادي نستعملوه. انا هنا باش كنسهل عليا الخدمه كناخد العجينه ديالي وكنشكلها على شكل كرات متساويين بهذا الحجم. من بعد كنوضعها في الطابع وكنشكلها بهذه الطريقه وكنضغط عليها مزيان عاد باش كنحيدها. هذا هو الشكل ديالها. من بعد كنوضعها في الصينيه ديال الفرن اللي فرشتها بورق الزبده. غادي نكمل بنفس الطريقه، كنوضع العجينه ديالي في الطابع وكنشكلها هكذا. من بعد كنضغط عليها مزيان باش كتاخد معايا الشكل ديال الطابع عاد باش كنحيدها وكنوضعها في الصينيه ديالنا. غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله بنفس الطريقه. من بعد غادي ندخل الصينيه ديالي للفرن اللي كنكون مسخنه جيدا من قبل. كنخليو الصابلي ديالنا على درجه حراره مهيله هكذا باش كيجينا طايب من الداخل مزيان ومقرمش، وكنخليوه حتى كياخد لون ذهبي عاد باش كنطفيو عليه. صافي انا غادي نكمل التشكيل ديال الصابلي ديالي. وهذا هو الشكل ديالو من بعد ما خرجته من الفرن، كيجي صراحه مذهب. باش نحضروا الحشوه اللي غادي نديروها من الفوق غادي نحتاجوا 200 غرام من البسكوي، اي بسكوي متوفر عندكم، وغادي نطحنوه مزيان. من بعد غادي ندخلوه في مصفات باش هكا ما كيبقاوش لينا طريفات ديال الصابلي حيت غادي نديروه في القمع. من بعد ذوبت انايا الشوكولاته السوداء وغادي نبقى نضيفها تدريجيا.
حتى كنتحصلوا على واحد العجينه. صافي كنبقاو نخلطوها بهذا الشكل. صافي حتى كنتحصلوا على عجينه بهذا القوام. من بعد كنديروها في واحد البوش اللي كنكونوا مركبين ليه القمع ديالو اللي غادي نستعملوه في التزيين، وكنخليوه حتى كيدفى لينا واحد شويه عاد باش كنخدموا به. صافي هنايا دوزت باش غادي نخدم الصابلي ديالي. كما كتشوفوا كنشكلها غير بهذا الشكل. كنتمنى ان الفيديو يكون واضح. هنا استعملت غير قمع صغير صافي، وكنبقى كنزين به بهذا الشكل. وهنا ضروري تخليو الشوكولاته ديالكم حتى كتدفى واحد شويه عاد باش كتخدموا بها، باش هكا ما كيتغيرش الشكل ديال التزيين. من بعد ما كنساليو كندخلوه للثلاجه، كنخليوه تقريبا واحد نصف ساعه صافي وكنحيدوه. وهذا هو الشكل النهائي تاع صابلي الشميشه اللي حضرت معكم اليوم. صراحه كيجي رائع وبنين بزاف، غير جربوه. انا كنوريكم القوام ديال الصابلي كيفاش كيجي، صراحه كيجي رائع. كنتمنى ان الوصفه تكون نالته الاعجاب ديالكم. بالصحه والراحه ومع السلامه.